حسبي الله ونعم الوكيل في اللي قالك ان اللحمه دي بتتغسل. ربنا ينتقم منه. يا سواد يا اسود، الحله ده هي كلها 12 لتر على نص كيلو لحمه. مش اي لحمه يا بنتي. لحمه ايه يا اخوي؟ لحمه ايه يا حبيبي؟ انا بكره اليوم اللي بتخش في المطبخ، اقسم بالله بكرهه. اتفرج اي الشغل شغل اي الشغل شوف الشوربه. شوربه مين؟ هي دي شوربه تتشرب؟ لا ما تعرفوا تعملوا الشوربه دي. انا نفسي اعرف. مولع على حله 12 لتر على نص كيلو لحمه. انت كل ما حد يجيب لك نص كيلو لحمه تقوم تولع عليه في الحله وتحطها؟ يا شيخ حرام عليك. وعد مني المره الجايه اعمل لك في شنكه. في شنكه؟ جيب شنكه ايه وهعمل فيها فلفل. انا اصلا بكره اليوم اللي انت بتخش في المطبخ. ابقى بيكون كده يوم ما بيعديش عليا، المواعين كلها بلاقيها وسخه كلها. المطبخ يضرب يقلب على شويه رز وحتتين لحمه. لحمه ضاني. ضاني؟ فين الضاني دي؟ دي لحمه ضاني. الا الرز هو قالوا له عامل كده يا سيد. والله بقى على قد معرفتي، وهتاكلي وهتدوقي طعمه وهتلاقيه احسن من اللي انت بتعمليه 7000 مره. ما هو واضح من شكله، واضح جو من شكله. شايف الشوربه؟ الا فين الطماطم اللي بتبع الشوربه والحاجات الحلوه دي؟ راحت فين؟ بتعمل ايه؟ بس عشان نعرف ناكل هنمثل، هنجيب طبق للشوربه وطبق مش عارف اكل ايه وطبق مش عارف اكل ايه. في الاخر بنحط الرز على الشوربه وناكل. يعني انت موفرنا. بتوفر ايه؟ ده انت خليت المطبخ كله عايز يتغسل. هو غسل ايه؟ ده هم 6 حلل اللي بايظين. طب ليه؟ ما انت حاطط في الحله الضغطه اهي، التانيين بيعملوا ايه؟ كنت بغسل اللحمه. هي اللحمه ما بتتغسلش. ما بتتغسلش والله ما بتتغسل. وبعدين انت مولع دي كلها على الحته دي، حتتين دول؟ رد عليا. انت قاعده عند امك وسايباني هنا وانا عايز اكل، وباجي اكل عند امك تقعد تقول لي مش عارفه ايه وانت مالكوش الا لي ومش عارف، وتقعد تزعج. كنت قلت لي، كنت طبخت قبل ما امشي. انت قلت لي مش جعان سيبيني في حالي، صح ولا لا؟ انت رحت اكلت هناك؟ اكلنا باميه باللحمه الضاني. سيبيني بقى في الاكل بتاعك. سبتك مع ان اللي جايه دي مين اللي هيغسلها؟ ليه انت عايزين تغسل نص كيلو لحمه في 6 حلل ليه؟ عايزين اللي هم اغسلهم؟ ايه؟ لو سمعت دي تاني ايه؟ قسما بالله احل القسم يا فاديه، مش هيبقى على جدهم بس، انا اروح رجلي الشط على السجاد وعلى السرير وعلى كل حاجه. هبعتهم يابا البنزيمه وحاسب السيد. بعت ده يغير على امك على طول. انت بتهددني يعني؟ لحد ما يشوفلك حل. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي قالك ان اللحمه دي بتتغسل. ربنا ينتقم منه.